الساعة 6 وشوية. لقيت زوجتي الأولى هي وأهلها جم قعدوا يخبطوا على الباب ويشتموا في العمارة على أساس إن أنا يعني متزوج. زوجتي التانية لسه ما فيش أسبوع. ما رضناش نرد عليهم ولا أي حاجة، وحتى قلت لزوجتي ما ترديش وما تسأليش خالص، يعني هم هيكلموا خلاص، زعقوا مشوا. وبعدها بحوالي نص ساعة أو تلت ساعة حاجة زي كده تقريبا، يعني لقيتهم راجعين ومعاهم عربيه ميكروباص فيها اشخاص طبعا ما اعرفش هم مين. اتضح لي بعد كده ان هم مباحث فيما بعد. المهم طلعوا قعدوا يخبطوا علينا ويكسروا الباب علينا. اتصلت بشرطه النجده وعملت بلاغ في النجده ان في ناس جايه بتتهجم عليا ومعاهم بندقيه بومب اكشن. كسروا الشقه، كسروا باب الشقه ودخلوا علينا، كسروا الدنيا، كسروا الازاز والنيش وبرواز ازاز، ودخل شدني بتاع 4 أو 5 كتفوني. ودخل الضابط شد مراتي ويلا يا بت وبتاع، منتهى الاهانه. دي مراتي في ايه في الاسم ايه هتعرف. راح واخدنا على الاسم بدون اي حاجه. نزلنا تحت، ركبنا العربيه الميكروباص انا وزوجتي، وكان مع زوجتي بقى الاولى كانت معاها يعني موجوده كمان في الموضوع. وركبنا كلنا الميكروباص وطلع بينا ودانا الاسم، اسم الفيوم اللي هو اسم اول. جه نادى عليا وقال لي دلوقتي عايز تروح انت وزوجتك الثانيه تطلق زوجتك الاولى. كلم عليها يمين الطلاق دلوقتي. قلت له ازاي؟ في بيني وبينها مشاكل وفي بيني وبينها قواضي، هي عامله لي قضيه قايمه يعني في بيننا مشاكل، فيعني اطلقها ازاي؟ خليها تبريني حتى طيب وانا اطلقها، ايه المشكله؟ قال لي لا هتطلق دي هروح لك دي. طلقت. راح قال لي خلاص اطلع بقى بره شويه. طلعني، دخلت اوضه، حطني في اوضه وقفل عليا. وبعد خد زوجتي اللي هي زوجتي الثانيه اللي هي شيماء، اخدها ودخل الاوضه عنده. فضل قاعد كل مثلا نص ساعه بيتكلم معاها. بعد ما طلعت كانت بسالها يعني ايه اللي حصل. قالت لي ده قاعد يقول لي انت ايه اللي مخليكي متجوزه واحد زي ده كله مشاكل، وهو شايفه مش عايز يطلق، كانش عايز يطلق مراته الاولى وانا خليته يطلقها، وانت شكلك بنت ناس ومحترمه، وايه اللي جابك تعيشي هنا؟ لو احتجتيني في اي حاجه، لو احتجتي تطلقي منه خدي رقم تليفوني اهو ونزلي برنامج الايمو نتواصل عليه احنا الاثنين. ده ظابط وانا راجل مواطن عادي. معنى كده ان انا حقي يروح ولا حقي يضيع؟ انا عايز حقي قانون. هو استخدم القانون ضدي، انا بطالب القانون يجيب لي حقي.